الانتهاء في هذه الجولة في أبرز ما جاءت به الصحف العراقية هذا اليوم، دعوني أرحب بضيفتي في استوديو كتبة بغداد، ضيفتنا الإعلامية الزميلة منال المعتصم. أهلا بك منال في كتبة بغداد في يوم جديد. شكرا جزيلا لك. صباح الخير، صباح الخير لكل من يتابع طبعا شاشة الرشيد الفضائية وصباح جديد تحديدا. أهلا بك. كما لاحظت في الصحف الصادرة في بغداد هذا اليوم برزت فيها أخبار عدة عن المرأة العراقية، منها أولا إقرار مجلس الوزراء لقانون استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، هذا من جانب. وهل ما زالت المرأة عندنا في العراق تتعرض لجميع أشكال العنف؟ والله بداية زميل العزيز، يعني أنا أحيي هذا القانون الجديد. يعني هي المرأة العراقية تحديدا يعني هي من زمان تحتاج لهذه القوانين اللي تدعمها، اللي دائما تشجعها، لأنه عفوا يعني المرأة الوحيدة اللي أحسها أنه هي مظلومة وقد أعطت الكثير والكثير قياسا ببقية نساء الدول العربية. أما الشطر الثاني لو تسمح، ما زالت المرأة تتعرض للعنف بأشكال متعددة. بالتأكيد. يعني دعني أصيغ السؤال بطريقة أخرى. بالتأكيد. هل وصل العنف في العراق ضد المرأة لحاجة لإقرار مثل هكذا استراتيجي؟ هي محتاجة وراح محتاجة في العراق تحديدا، وهي تتعرض لأنواع العنف حتى لو كان العنف بكلمة. لاحظ هنا أيضا هي تتعرض للعنف من قبل المجتمع، من قبل التقييدات، من قبل الأخ، الصديق، الزميل في بعض الأحيان بحياتها الطبيعية وحتى من الأولاد. لكن لو كان هناك قانون يحميها أكثر بالتأكيد راح نقدر أنه ننهض بواقع المرأة العراقية. طيب، هذا يقودني إلى سؤال آخر، أنه دور المرأة في مناهضة العنف ضدها. يعني ماذا فعلت المرأة لتناهض العنف؟ هل هذا القانون الآن مثلا لنقول أن الحكومة ومجلس النواب أو المعنيين أو السلطة في العراق شرعت هذا القانون، بقي دور المرأة، أين هو دور المرأة لمناهضة العنف ضدها ولأخذ دورها الريادي في المجتمع؟ أولا أن تؤمن بهذا القرار، ثانيا أن تكون واثقة جدا من نفسها، ثالثا أن تنزل إلى الواقع وواقع العمل وواقع المجتمع العراقي، أن تتجانس معه، أن تتفاعل معه. وبلش هذا الموضوع وبدأ هذا الموضوع بصراحة، وذلك من خلال اليوم زميلتك قاعدة أمامك، يعني أمام الشاشات. وهذا تحديدا العمل الإعلامي أو العمل الفني على سبيل المثال يمكن هو غير مقبول من قبل المجتمع العراقي، لكن من بدينا أنه إحنا نتطرق له أو ندخل بهذا، أيضا هنا كسرنا حاجز. المرأة بدأت وزيرة ومحامية ودكتورة ومهندسة وناشطة في حقوق الإنسان وفي حقوق المرأة وفي حقوق الأطفال وفي حقوق، يعني بدأت أنه تتفاعل، لكن يحتاج لها الكثير أيضا. يعني اليوم أنا من خلال برنامجكم برنامج صباح جديد ومن خلال هذه الفقرة الجميلة يوم جديد إن شاء الله صباح جديد إن شاء الله. إنه أحاول نوصل ولو مسج بسيط لكل مرأة عراقية أنه تكون هي واثقة من نفسها يعني أكثر. طيب تفاعل المرأة العراقية مع منظمات المجتمع المدني النسوية، هناك يعني حلقة مفقودة بين منظمات المجتمع المدني النسوية وبين المرأة العراقية من جانب. كيف يمكن وصل هذه الحلقة لتكون دور فاعل لهذه المنظمات بمساندة المرأة في الشارع؟ برافو. أكيد من خلال منظمات المجتمع نفسها، عليها أنه أين الخلل، بالمرأة أم بالمنظمات؟ أنت تريد يعني أنطيك جوابي أما هذا يا أما هذا؟ لا براحتك. لا، الخلل من الطرفين بصراحة. يعني اليوم انه من بدأوا انه يعملون منظمات المجتمع مثلا عليهم انه يدخلون اكثر للبيوتات، للمنازل، للمناطق، للمحلات، يطرقون كل باب من تحتاج الى المساعدة ومد يد العون. وايضا من المرأة نفسها عليها انه تؤمن وتكون واثقة من منظمات المجتمع المدني انه هي فعلا راح تحقق لها المبتغى. طيب دعينا ننتقل بك الى موضوع اخر. كيف وجدتي خبر فوز عراقية بجائزة لوريال للسيدات المتفوقات وهي الدكتورة ريام ناجي، وأيضا فوز المعمارية زها حديد بالمرتبة الرابعة بين 100 امرأة عربية بارزة؟ كيف وجدتي هذا الخبر وأنت امرأة؟ أكيد طبعا، يعني هذا الشيء فرحني جدا، يسعدني جدا. يعني اليوم أي مرأة عراقية حتى لو كانت بسيطة وتعمل شيء هي تمثل امرأة عراقية وعراق جديد وعراق لمرأة جديدة ومتطورة. زها حديد هي يعني احنا من تيم من هذا احنا أكيد غني عن التعريف. والدكتورة ريام ناجي. ريام شوي يعني عندي خلل بحفظ الأسماء. أيضا ريام هي عنصر
من بين النساء الناجحات في المجتمع العراقي. طيب منال، خلينا ننتقل إلى فقرة أخرى في كتبة بغداد، وهو العمود الصحفي. نقرأ في الصباح الجديد في الصفحة الأخيرة الأستاذ سالم مشكور، نقرأ تحت عنوان نقطة ضوء مصر التي في خاطرنا. سأقرأ بعض المقتطفات ثم نناقش هذا العمود. التوجه المصري إلى العراق وزيارة رئيس وزرائها مع فريق من الوزراء ورجال الأعمال إنما تنم عن توجه سليم لحكومة الرئيس مرسي. أيضا سالم مشكور أشار أن ملايين المصريين عاشوا وعملوا في العراق وكلهم شعور بالعرفان والحنين إلى تلك السنين، وأهل العراق يحبون مصر وأهلها، وفتح الباب أمام العراقيين لزيارة بلدهم الثاني كما عبر رئيس الوزراء المصري في بغداد سيعني دفقا ماليا ضخما في عجلة الاقتصاد المصري. أيضا في ختم العمود الأستاذ سالم مشكور وقال هناك في العراق ساحة خصبة للاستثمار في قطاعات عديدة تملك شركات مصر خبرة فيها وبإمكانها أن تحصل على حصة كبيرة منها بدلا من أن تبقى الساحة مقتصرة على شركات تركية اتضح أن كثيرا منها وهمي أو عديم الخبرة. مصر والعراق يجب أن يعودا قطبين مهمين في الساحة الإقليمية والبداية من عودتهما لبعضهما. هل ما تم التوصل إليه بين العراق ومصر بعد زيارة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل يعني سيساهم في تشجيع الاستثمار وتعميق التعاون المشترك بين البلدين؟ عزيزي، موضوع جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق يعني هذا موضوع من زمان هم متفاعلين مع بعض، من زمان هم بيناتهم كونكت غير طبيعي يعني أصلا، يعني إن صحت التسمية. يعني هو البلد يعني كشعوب أولا هم دائما متقاربين على بعض بتكوينهم بطبيعتهم بحضارتهم. حضارة وادي النيل ووادي أرافيدينها من زمان يعني مو اليوم والبارحة ولا سنة ولا سنتين. هذه أولا. ثانيا أنه موضوع الاقتصاد وغيرها يعني نحن نتمنى ونأمل ليش لا يعني أنه تكون العراق هو متفاعل ومتعاون ومع بقية الدول العربية ليس فقط مصر. مصر تمتلك الكثير من الخبرات وهم بصراحة أذكياء جدا بالتعامل مع الاستثمارات، ولاحظنا هذا الموضوع من قبل الثورة من قبل سنتين أو سنتين ونصف يعني اللي راحت، أنه هم حققوا نجاح. يعني لو تجي على أرض الواقع من لم يزر مصر يمكن الشارع اللي تفوت به أنت وراء أسبوع تجي تلقاه هو. إذن هناك نجاح كبير. دعيني أسجل نقطة قد تكون غابت عن الأستاذ سالم مشكور ولكن تطرق إليها بعض الصحفيين والإعلاميين، أنه العمالة المصرية إذا رجعت فيما لو رجعت للعراق مع الكم الهائل من البطالة لدى الشباب العراقي، كيف تتعامل الحكومة باستخدام بطالة من دولة عربية أو من مصر في حين أنه العراق هو بلد البطالة الأول؟ اليوم لو نحللها بشيء بسيط، أنا مو متخصصة علم اجتماع ولا علم نفس، لكن لو تبحثها وشوية تركز على الموضوع، دائما الشاب العراقي هذه صراحة دائما الشاب العراقي هو مدلل. أنا برأيي يعني الخاص ويحب الدلال، لكن الشاب المصري أو الرجل المصري الوطن العربي بالبطالة وين الدلال؟ ما يخالف، لكن هو بطبيعة الحال بطبيعة تكوينه عزيزي ما يقدر يغوص ببقية. يعني مثلا العامل المصري يعمل أي شيء بكل مكان وبكل وقت وبكل زمان ما بيها شيء يعني، لكن ليش نتمنى أنه فعلا أنه نوفر العمل للعراقي نطرح هذا السؤال على السادة المسؤولين هم الإجابة بالعمل أكيد. عن هذا السؤال. دعينا ننتقل إلى ختام فقرة كتبة بغداد. نشاهد سوية هذا الكاريكاتير للرسام أحمد الربيعي. ما انتخبك؟ تعليقك على هذا الكاريكاتير؟ والله هذا الكاريكاتير يعني شحل يعني هو تعبير بسيط إن كان بسيط لأصوات متعالية، حتى السكوت على درجات الصراخ حتى لو ما تكلم الكاريكاتير. الشعب العراقي أعتقد أنه وصل مرحلة أنه مو شرط له ينتخب لأنه يؤمن بهذه الحكومة، وهذه الحكومة عليها أن تصنع شيء حقيقي للمجتمع العراقي والشعب والمواطن العراقي تحديدا. إذن ضيفتنا الإعلامية منال المعتصم شكرا جزيلا لحضورك ويانا في فقرة كتبة بغداد في يوم جديد. شكرا جزيلا لك. وأيضا شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. وهذه انتقالة للزميلة صابرين وتكملة باقي فقرات برنامج يوم جديد.